دي ما تعتبرش شوربة عدس عادية، رغم ان فيها نوعين عدس مش نوع واحد، بس فيها مكونات تانية كتير تخليها وجبة كاملة لوحدها. والشوربة دي هي الحريرة المغربية. العدس اللي استخدمته فيها هو نص كوباية عدس اسود ونص كوباية عدس اصفر، واللحمة استخدمت نص كيلو، ممكن بقري او ضاني عادي، ومش لازم تقطعوها، بس انا حبيتها اكتر لما قطعت اللحمة مكعبات صغيرة كده. وطبعا عشان هحمرها نشفتها كويس من المية اللي فيها، وفي حل على نار بين المتوسطة والعالية سيحت معلقتين سمنة بلدي وحطيت فيهم اللحمة. لما ما بقتش لازقة وبقى ينفع احركها، فضلت اقلب اللحمة لحد ما اتحمرت من بره، ولحد ما المية اللي نزلت من اللحمة اتبخرت وبقى متبقي السمنة والدهون بس. هنا شلت اللحمة من الحلة ومكانها حطيت بصلة متوسطة مبشورة وجزرة متوسطة مبشورة برضو. لو لقيتوا هنا انكم محتاجين دهون اكتر زودوا عادي. قلبتهم حوالي 3 دقايق لحد ما دبلوا كده، وهنا هرست 3 فصوص توم، واول ما حطيت التوم قلبت كل حاجة ثواني بس لحد ما ريحة التوم ظهرت. بعدين حطيت كوباية عصير طماطم متصفية و3 معالق كبار معجون طماطم، وقلبتهم برضو قبل ما احط عليهم اللحمة اللي كنت حمرتها. وعشان اللحمة كانت حمرا عادة بحط معاهم حتة من العظم تقوي طعم الشوربة، بس دي اختياري. كمان حطيت قرنين فلفل، دول اختياري برضو لو زي بتحبوها حراقة. وكمان حطيت العدس بعد ما غسلته وصفيته. طبعا لو كنت هستخدم حمص مجفف كنت هنقعه من اليوم اللي قبله وبعد كده اصفيه واقشره واحطه معاهم، بس عشان السهولة استخدمت الحمص المسلوق في كانز ده، فعشان كده ده مش هحطه دلوقتي خالص. كل ده بقى تبلته بمعلقة ونص صغيرين ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وبما انها اكلة مغربية فلازم طبعا تتبهر ببهارات مغربية عشان تاخد الطعم الاصلي بتاعها. ومن اشهر البهارات المغربية هي راس الحانوت، باب الشام دلوقتي عاملينها، وهي ميكس بهارات حلو يعني، على فكرة ممكن تستخدموها في اي اكل عموما مش المغربي بس. حطيت منها معلقتين صغيرين، وعشان اقوي الطعم اكتر حطيت نص معلقة صغيرة مرقة فورية، باب الشام برضو عاملاها. وعشان الطماطم الكتير برضو حطيت نص معلقة صغيرة سكر. قلبت كل حاجة كويس، بعدين حطيت كمية مية تغطيهم وزيادة شوية كمان، وهنا استنيت المية ترجع تغلي. بعدين غطيت الحلة ووطيت النار وسبتها تستوي على نار هادية. طبعا دي لو حلة ضغط هتنجزكوا جدا وتخلص بسرعة، بس في الحلة العادية دي كل 10 دقايق مثلا كنت بفتح اقلبها وازود لها مية لو محتاجة. العدس المجفف بيبدأ ينشف ويشرب مية كتير، عشان كده الفترة الأولانية في التسوية هتحتاج شوية مية كتير. في الآخر خالص بقى لما لقيت العدس واللحمة استووا بالكامل واللحمة بقت مهرية كده وصلت لدرجة السوا اللي أنا حاببها، حطيت بقى كوباية حمص. حطيته في الاخر عشان زي ما قلتلكوا انا استخدمت المسلوق الجاهز اللي في الكانز، والاحسن تقشروه كده الاول. سبته يغلي مع اللحمه 5 دقايق بس، مش كتير، هو كده كده مسلوق. وبعد ال5 دقايق دول حطيت حوالي نص كوبايه شعريه وقلبتها لحد ما استوت، وهي بتستوي بسرعه في دقيقتين او 3. بعدين طفيت النار وحطيت ربع حزمة بقدونس وقدها كزبرة، والاتنين فريش ومبشورين، وقلبتهم وكده خلصت. القوام التقيل بتاعها ده بيخليها زي ما قلتلكوا وجبة كاملة. طبعا ممكن تخففوه عن كده لو حابين، وزي ما انتوا شايفين مكوناتها كتيرة قوي، فهي مشبعة جدا لوحدها وطعمها تحفة بسبب ميكس الأطعمة الكتير اللي فيها. والحلو قوي بقى في الوقت ده خصوصا انها بتدفي جدا في الشتاء. جربوها وقولوا لي رأيكم، ولو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.